ريال مدريد ينتصر على ديبورتيفو ألافيز بنتيجة 1-0 بصعوبة وبطلوع الروح كده، وماتش من أملل ما يكون، يعني مفيش أمل من كده. 1-0 في آخر دقيقة. حلو، كسبت وحاليا اتصدرت الدوري بالتعادل مع جيرونا، حاجة كويسة جدا. فيلا بينا عشان نتكلم عن تفاصيل الماتش. مبدئيا التشكيلة نزلت كالمعتاد 4-4-2 دايموند، ما كانش فيها اختلاف غير في حراسة المرمى. كيبا بيرجع تاني للتشكيلة الأساسية مكان أندريا لونين. رباعي خط الدفاع كان مكون من لوكاس فاسكيز وفران جارسيا بدل مندي المصاب، وقلبين دفاع وهما ناتشو روديجير، مفيش أي حد غيرهم. ورباعي خط النص كان مكون من فالفيردي ولوكا مودريتش وتوني كروس، وأمامهم بيلينجهام. واتنين مهاجمين وهما إبراهيم دياز ورودريجو. مبدئيا الماتش ابتدى بكرة حلوة قوي في الدقيقة التانية من بلينجهام لفاسكيز اللي بيرجعها لفالفيردي، ولكن فالفيردي بيحاول ان هو يستلمها كده ولكن ما لحقهاش تروح لابراهيم دياز اللي بيخش في العمق، وبعد كده يلعبها لفالفيردي على الوينج. يشوط كورة حلوة قوي في الدقيقة، ولكن الحارس بيتألق وبيشيلها، وبتبقى أول هجمة خطر لريال مدريد بتبشرك إن أنت داخل على ماتش حلو وماتش فيه هجمات كتير، ولكن ده ما حصلش. بعد كده برضو في الدقيقة السابعة شفنا هجمة خطيرة جدا لديبورتيفو ألافيس. كرة بتروح للمهاجم بتاعهم اللي بيلعبها بالعرض كده، ويخش اللاعب بيشوط ويسدد، كان جون غالبا. ولكن فران جارسيا بيحاول ان هو يشيل الكرة كده برجليه ويطلعها ويعمل بلوك روعة روعة روعة. بعد كده بعد كده الماتش فضل زي ما هو كده، لعب في خط النص، مفيش هجمات خطيرة من الفرقتين لحد في الدقيقة 38 كورة رودريجو بيرقص كده ويديها لفالفيردي، وفالفيردي يودي واحدة كده، ولكن الحارس برضه بيتألق وبيشيلها. كورة حلوة قوي من فالفيردي. حلوة ان انت الماتش ده ابتدى فالفيردي يظهر اكتر شوية هجوميا كمان بالذات، بسبب ان ديبورتيفو الافيز ما كانش بيتهاجم، فهو ما كانش مشغول ان هو يدافع، فكان بيهاجم كتير جدا. شفناه بيشوط كتير جدا من بره، وشفناه راح بكور كتير جدا، فكان اداء حلو من فالفيردي النهارده. يخلص الشوط الاول على كده 0-0 ما بين الفريقين، ماتش ما كانش فيه كور خطيره. لو جينا حسبناها هتلاقي مثلا ريال مدريد راح بكورتين خطار، والناحيه التانيه ديبورتيفو الافيز راح بكوره مثلا خطيره. ماتش ممل جدا، مفيش كور كتير. ماتش يعني كان معروف ان هو غالبا بيبقى صعب، ودايما ريال مدريد تاريخيا يعني في الجولة ال 18 ما كانش بيكسب. فكان ماتش مقلق كمان ان انت تاريخيا انت في الجولة 18 بتخسر او بتتعادل، ما بتكسبش ابدا. وكل الماتشات اللي مؤخرا بتلعبها انت سجلت فيها 4 اهداف بس، فكانت وحشة من ريال مدريد. ولكن يعني شفنا هجمات، شفنا كور لفالفيردي بيشوط كتير، فكان عندك شوية امل. ولكن هنعرف اللي حصل في الاخر. والشوط التاني بيبدأ، وفي الدقيقة 52 حركة غبية جدا ما ينفعش تطلع من كابتن الفرقة، وبتعمل نفس الموقف ده تاني. دي مش أول مرة تعملها. ناتشو بيطرد، برضو انت مزنوق ما عندكش قلوب دفاع غير ناتشو وروديجير، ويروح داخل مطرود. عملها برضو قبل كده في بداية السيزون، كان ميليتاو طبعا مصاب ده كده كده، وكان كمان ألابا مصاب، فما كانش فيه غير روديجير وناتشو. وراح الباشا داخل في ماتش احنا كسبانينه 4 وفي آخر دقيقة في الماتش، وراح الباشا داخل مطرود، وخلاك اتزنقت ان الماتش اللي بعده اضطريت ان انت تلعب بتشاوميني قلب دفاع. حركة غبية جدا. انت دلوقتي في نص الملعب برضه، يعني انت دلوقتي في نص الملعب بتعمل فوز زي كده ليه؟ ليه تطرد وتزنق الفرقة ان هي تقعد ماتشين او 3 ماتشات ما عندهاش غير روديجير بس قلب دفاع، وتشاوميني يرجع يلعب قلب دفاع وهو لسه راجع من الإصابة أصلا، ومفيش اي قلوب دفاع تاني على الدكه، مفيش اي حاجه. وتشاوميني ده لو لا قدر الله اصابته اتجددت ولا حصل اي حاجه، خلاص كده يا باشا انت ما عندكش اي قلوب دفاع. حتى بتوع يعني قلوب الدفاع الجامدين في الكاستايا مصاب هو كمان. فيعني دي مش حركه ذكيه خالص، ولا ينفع تتعمل ابدا من كابتن الفرقه. بعد كده في الدقيقة 55 شفنا أول تبديل لريال مدريد، بنزول تشاوميني مكان لوكا مودريتش. تبديل كان بغرض إن أنت تحاول بقى تلاقي قلب دفاع، نقعد نلصم كده الفرقة. تشاوميني ينزل يلعب هو قلب دفاع عشان الباشا اللي اتطرد ده، ولوكا مودريتش كان هو ضحية الطرد طبعا، لأن هو اللي بيخرج وينزل مكانه لعيب تاني عشان تغطي على الطرد. طبعا تشاوميني لسه راجع من الإصابة، لسه مش فت. طبعا انت كده زنقته خلاص ان هو لازم هيلعب الماتشات اللي جاية دي، وكمان هيلعب مش في مكانه، هيلعب قلب دفاع. فوحشة قوي من ناتشو. بعد كده في الدقيقة 70 شفنا كورة برضو زي كل ماتش، كورة ما اتحسبتش ضربة جزاء، أنا مش فاهم فيه إيه.
كوره المفروض تتحسب ضربه جزاء باينه جدا. ابراهيم دياز ده بيرقص وداخل علشان يشوط، راح اللعيب جاي شده من التيشيرت وموقعه على الارض. انا مش فاهم المفروض ايه اللي يتعمل علشان تتحسب ضربه جزاء. يعني هل اللعيب ده لازم يقع يعني يموت في الارض علشان تتحسب ضربه جزاء للريال؟ انا مش فاهم. كوره باينه جدا. انا يعني ازاي دي مش ضربه جزاء؟ يعني ازاي؟ احنا مش هنقعد نصيح بقى على التحكيم ونقعد نتكلم كتير، ولكن في ماتشات بتضيع منك نقط بسبب ان ما بيتحسبلكش ضربات الجزاء دي. يعني ماتش ريال بيتيس ضاع منك 3 نقط علشان ما اتحسبتلكش الكرة. الكرة برضو ضربة جزاء كانت المفروض تتحسب. الماتش اللي فات بلينجهام مضروب في وشه وما اتحسبتش. الماتش ده مشدود من التيشيرت، طب داخل يشوط ورحت انت شده من التيشيرت وموقعه على الارض، طب عايز ايه تاني؟ وكورة الماتش كان 0-0 وضيعت عليك كتير، يعني او كانت هتضيع عليك النقط بتاعت الماتش، وكانت ممكن تضيع عليك الصدارة كمان. فيعني المفروض ان هي تتحسب وباينة جدا. بعد كده في الدقيقة 75 شفنا كورة كده من رودريجو بيروح على الوينج ويقطم كده ويحاول ان هو يرقص 2 لعيبة ويحطها ار2، ولكن للأسف يا دوب بتطلع فوق العارضة. كورة رودريجو كان عملها في ماتشين 3 كده ورا بعض وكانت حلوة منه قوي، ولكن المرة دي ما مشيتش معاه للأسف. كورة كانت هتفتح لك الماتش شوية بدل ما انت لسه 0-0. كانت حلوة حلوة، خيار التسديد من بره ده تتظبط بس اكتر شوية وهتجيب معاك جوان كتير ان شاء الله، وهتفتح معاك ان شاء الله. بعد كده في الدقيقة 76 شفنا تبديلة نزول خوسيلو مكان ابراهيم دياز. تبديل بسبب ان انت عايز بقى تحاول تهاجم اكتر علشان تحاول ان انت تعرف تجيب ال3 نقط. تبديل كويس بدري شوية، كنت محتاج تبقى بدري سنة اكتر كمان، ولكن تمام. انت برضو مطرود منك واحد والدنيا متأزمة، فتمام ماشي. مش هقدر الوم عليك اي حاجة، مش هقدر اكلمك خالص حاليا في الفترة دي. الفرقة نصها مصاب ونص الاساسيين حرفيا مصاب، وكمان واحد زي ناتش ده بيعمل طرد غبي جدا. يا باشا اللي انت هتعمله احنا معاك، ما حدش قادر يكلمك بسبب الظرف اللي انت محطوط فيه. بعد كده في الدقيقة 84 شفنا كورة كمان من رودريجو بيودي المدافع كده يهوشه يمين شمال يمين شمال، وبعد كده يعني يسدد الكورة ويشوط، ولكن برضه الحارس بتاع ديبورتيفو ألافيز بيتألق وبيصدها. دايما معروف في كام حارس كده في الدوري الاسباني قدام ريال مدريد بيحاولوا ان هم يتألقوا ويجيبوا اخرهم، زي مثلا حارس ديبورتيفو ألافيز، زي مثلا حارس قادش. كذا فرقة كده بيجوا قدام ريال مدريد او برشلونة وبيتألقوا في الماتشات دي، فكان متوقع ان هو فعلا هيتألق في ماتش زي ده. في الدقيقة 93 شفنا غلطة كده من مدافع ديبورتيفو ألافيز، بيحاول ان هو يباص الكرة لهاجي ابن حاج الكبير، ده بقى الصغير. قرار خاطئ طبعا من الولد ومعرفش يستلم الكرة راحت لبلينجهام اللي بيشوط وتطلع كورنر للريال مدريد. والكورنر ده بيجي منه توني كروس بيستلم الكرة كده ويحطها، وان هو داخل يرفع وبيرفع الكرة فعلا ويخش فاسكيز يحطها بدماغه. ما تفهمش ازاي فاسكيز القصير هو اللي خد الكرة بدماغه ويعلن عن الهدف الاول لريال مدريد، وهدف حسم المباراة وقتل المباراة، وهدف كان غالي قوي يجيب لك ال3 نقط الغاليين جدا واللي يخلوك تبقى في الصدارة وتتعادل مع جيرونا، عشان تستغل ان جيرونا ضيعت نقط قدام ماتش ريال بيتيس. ان فاسكيز اصلا هو اللي يجيب لك النقط دي حاجة غريبة جدا. ماتش كده زي ماتش برشلونة امبارح، ريال مدريد بيحسب لها ال3 نقط فاسكيز، وبرشلونة بيحسب لها ال3 نقط سيرجيو روبرتو. انا لو يعني انت لو بتقول الكلام ده لأي حد مستحيل يصدقه. روبرتو يجيب جونين ويحسم الفوز لبرشلونة، وفاسكيز يجيب جون ويحسم الفوز لريال مدريد. غريبة جدا. والأغرب إن إحنا زي ما بقول لك فاسكيز القصير طلع وسط كل دول وخد الكرة وحطها، وكمان الكرة بيحطها في الأرض كده تعمل بند خطيرة جدا تروح أصعب كور على الحراس. هي الكرة اللي بتبقى عاملة بند قبلها، لأن هو ما بيقدرش إن هو يتوقع هي هتروح لحد فين. فكانت حلوة أوي من فاسكيز، وجون جميل جدا 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 لريال مدريد. وشفنا بقى الاحتفالات بتاعت اللعيبة واللعيبة كلها والروح والجرينتا وكله فرحان وكله وكده. وخاصة بقى حبيب قلبي فالفيردي يا جدعان، الروح عنده ما شاء الله. بيحب فعلا النادي جدا، وده مشجع، ده مش لاعب كورة، ده مشجع للنادي بيحب النادي جدا. شفنا احتفاليته، شفنا الزعيق بتاعه، وشفنا قد ايه كان فرحان وقد ايه كان مبسوط وقد ايه كانت الجرينتا كده وبلينجهام بيبص له. الدنيا كانت يعني الاحتفال حلو قوي، والروح بتاعت فالفيردي دي انا بحبها جدا، عشان كده هو من اكتر اللعيبه اللي انا بحبها في النادي. وطبعا شفنا ردة فعل المدرب ديبورتيفو ألافيز بعد ما دخل فيه الجون، ردة فعل بتنم يعني عن اللي هو متضايق قد ايه ان ضاع منه الماتش قدام ريال مدريد. كان عامل كل حاجة تكتيكيا صح وكان كل حاجة فوق الممتاز،
لحد ما قرار غبي من لعيب ان هو يباصي لواحد ما يعرفش يستلم الكوره تروح كورنر للريال يجي منها الجون ويخلص الماتش. فشوفنا المدرب كان قد ايه متعصب وقد ايه زعلان ان هو راح مجهوده كله في اخر ثانيه في الماتش، ولكن انت بتلاعب ريال مدريد وانا ما اقدرش اتعاطف معاك للاسف لان دي فرقتي. في الدقيقه 96 شفنا سيبايوس نزل مكان رودريجو. كان في كلام ان رودريجو مصاب، ولكن هو الحمد لله بعد الماتش كان بيقول لا انا كويس والحمد لله مفيش اي اصابه مفيش اي حاجه، وكان بيطمن الجماهير عليه. فتمام ماشي، تبديل حلو تضييع وقت. لو هو فعلا مفيش اصابه تبديل تضييع وقت، تنزل خط النص عشان تمسك الماتش شويه في اخر ثواني في الماتش، وعشان برضو تمتص الحماسه بتاعه ديبورتيفو الافيز. هو بينتهي الماتش على كده بنتيجه 1-0 لريال مدريد. ريال مدريد بيستغل تعثر جيرونا قدام ريال بيتيس. وتقريبا انت يعني احنا مش من الفرق اللي لما بتلاقي حد بيتعثر بتستفيد من التعثر ده، انت بتلاقي حد بيتعثر فبتتعثر زيه. ولكن الحمد لله النهارده انت استغليت التعثر ده وقدرت ان انت تكسب ماتش ديبورتيفو الافيز. كان ماتش ممل جدا ولكن الحمد لله ان انت كسبت. حلو ان انت كسبت، دي حاجة كويسة. سواء تكسب انت كويس او انت وحش، عندك اصابات او ما عندكش اصابات، علشان تاخد البطولة لازم تبقى بتكسب في اي وضع وفي اي حال ليك. فده كويس جدا من الفرقة النهارده. اما بالنسبه لفقره تقييم اللاعبين، فاول لاعب معانا وهو كيبا حارس المرمى. ما شفناهوش اتراح عليه طبعا بكور كتير، ولكن لسه راجع من الاصابه وكويس يعني. الكره اللي جات له كان اتعامل معاها كويس او كان هيتعامل معاها كويس يعني. فاداؤه 7.5 من 10. اما بالنسبه لخط الدفاع فكلهم كانوا كويسين جدا النهارده. فاسكيز هو اللي سجل الهدف فيستاهل رقم عالي وعمل اداء حلو النهارده في الماتش ويستاهل 8.5 من 10. اما بالنسبه لقلوب الدفاع، اول لاعب معانا وهو روديجير. روديجير شال خط الدفاع وشايل الفرقه حرفيا في ظل اصابه ميليتاو، وبقى هو قائد خط الدفاع وبقى هو اهم واحد في خط الدفاع حاليا ويستاهل 8 من 10. اما بالنسبه لناتشو والطرد الغبي اللي هو بياخده، وانت المفروض ان انت قائد الفرقه، يعني انت المفروض انت اكتر واحد فاهم واكتر واحد بقى عندك روح واكتر واحد بتوجه الفرقه وما تغلطش والكلام ده كله. فان انت تاخد طرد زي ده في وقت زي ده واحنا مزنوقين الزنقه دي، قرار وحش جدا من ناتشو. وطبعا ده يقلله جدا في التقييم، تقييمه يبقى 4.5 من 10. هو اخر لاعب معانا في خط الدفاع وهو فران جارسيا. فران جارسيا كان كويس النهارده، كان اداؤه هجومي كويس وشفناه بيشيل كوره خطيره جدا على ريال مدريد، فكان حلوه برضو منه ويستاهل 7.5 من 10. ونروح بقى لرباعي خط النص واول لاعب معانا وهو لوكا مودريتش. لوكا مودريتش النهارده كان حلو ولكن طبعا مش زي الماتش اللي فات وحلاوه الماتش اللي فات. وبرضه شفناه ان هو بيطلع بدري كده في الدقيقه 50 بسبب الطرد بتاع ناتشو، فيستاهل 7.5 من 10. اما اللاعب اللي معانا بعد كده وهو توني كروس. توني كروس برضو كان حلو النهارده، ما كانش وحش، عمل الاسيست ولكن اسيست بسبب ان هو رافع الكورنر فقشطه، فيستاهل هو كمان 7.5 من 10. اللعيب اللي معانا بعد كده وهو الجندي المجهول وهو فالفيردي. فالفيردي اللي بيتعب وبيبذل كل اللي يقدر عليه علشان خاطر الشعار وعشان خاطر الفرقة. فالفيردي النهارده كان حلو جدا وشفناه بيسدد كتير جدا وبيحاول على الجون كتير جدا، فيستاهل 8 من 10. واخر لاعب معانا في خط النص وهو جود بلينجهام. بلينجهام كان كويس النهارده، ما سجلش اهداف وما صنعش اهداف ولكن كان كويس ويستاهل 7.5 من 10. ونروح بقى للاثنين المهاجمين وهما رودريجو وابراهيم دياز. اول لاعب معانا وهو رودريجو. رودريجو كان كويس النهارده، عمل ترقيصات مهمه ومفيده للفرقه، راح بكذا كوره، حط ارتو كانت للاسف يعني يا دوب فوق العارضه، كانت هتبقى حلوه قوي. ودى ابراهيم دياز، ودى فالفيردي، ودى كام حد كده كان في كور حلوه، حاول ان هو يصنع اهداف كمان، فيستاهل 8 من 10. واخر لاعب معانا وهو ابراهيم دياز. ابراهيم دياز شفناه بيتبدل بدري شويه النهارده عشان خوسيلو هو اللي ينزل، ما كانش حلو قوي زي الكام ماتش اللي فاتوا دول، ولكن برضو كان كويس. كان المفروض يتحسب له ضربة جزاء ما اتحسبتش، فيستاهل هو كمان 7.5 من 10. وبس كده كان كل الفيديو النهارده. اعمل لي لايك وفولو عشان تشوف كل جديد عن فيفا وعن الكورة عن الفانتسي. سلام.